لو فاكر ان البيزنس كله ارقام وتقارير، خليني اقول لك انت غلطان. لا 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 هم قالوا كده. لا 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 لا. هم قالوا في حاجه مهمه لازم تعملها، السر اللي بيخلي الواحد ناجح ويترقى بسرعه وواحد تاني يقعد جنب الحيط. هنتكلم النهارده عن الذكاء الاجتماعي. دلوقتي الذكاء الاجتماعي مش رفاهيه، ده بقى اساسي، لانه هيخليك مش مجرد موظف ناجح، ده انت هتبقى نجم في الشغل. مش مجرد بس بتفهم الناس، ده انت هتخلي الناس كلها عايزه تتعامل معاك. وافتكر الناس بتنسى الكلام بس مش بتنسى الشعور، فخلي الذكاء الاجتماعي سلاحك السري، وابقى جوكر البيزنس اللي الكل بيحب. الهدف من الذكاء الاجتماعي هو قرايه اللي بين السطور او فهم الاشارات الغير مباشره. ابسطها لك. يعني هديك مثال، اما مدير يقول لك خد وقتك وخلص مشروعك، هو بيبقى قصده المشروع ده كان المفروض يتسلم امبارح. هنا الذكاء الاجتماعي مش ان انت تاخد كلامه حرفي، لكن ان انت تبعت له ايميل النهارده وتقول له المشروع تحت السيطره وهنسلمه قريب. عندك مثلا الزميل اللي بيجامل وبيلبسك بالطريقه، هتلاقيه بيدخل عليك ويقول انت شغلك عالمي، لو سمحت ممكن تساعدني في حاجه صغيره. 5 ثواني. الذكاء الاجتماعي بقى هنا ان انت تفهم ان حاجه صغيره دي معناها 3 ساعات شغل اضافي. طب نص ساعة. طب نص ساعة اوكي. في دراسه من هارفارد بيزنس ريفيو بتقول ان 85% من نجاح الشخص في بيئه العمل بيعتمد على مهاراته الشخصيه والاجتماعيه، مش على مهاراته التقنيه. الذكاء الاجتماعي في البيزنس هو انك انت دايما تبقى سابق خطوه لقدام، تفهم العميل او الزميل من قبل ما يطلب، تلاقي حل المشكله قبل ما تكبر، وتكون علاقه مع الناس تخليهم مش بس يثقوا فيك لكن يفضلوا يتعاملوا معاك. طب ايه هي مهارات الذكاء الاجتماعي؟ طبعا في مهارات كتير للتواصل، وكل واحده فيهم محتاجه كورس لوحدها، زي الاكتيف ليسننج الاستماع الفعال، يا ابني انت مش معايا ولا ايه؟ لا ازاي اوعى تقول كده. كمل وبعدين. والبادي لانجوج اللي هي لغه الجسد، النيجوشيشن سكيلز مهارات التفاوض، الادابتابيلتي التكيف مع الشخصيات المختلفه، الكونفليكت مانجمنت القدره على حل النزاعات، والريليشن شيب بيلدينج بناء علاقات طويله الامد، وغيرها من المهارات اللي هتخليك مش بس شاطر في الشغل لكن كمان شاطر في التعامل مع الناس. وده اللي بيخلي الشخص اللي عنده ذكاء اجتماعي مش مجرد موظف لكن قيمه مضافه لاي فريق او مشروع، لان ما حدش بياكلها بالساهل.